في البداية ديال الفيلم كيتبان لنا التصوير ديال واحد ليكوغرافي لجوج شويميات وسط كرش وحده. فجأة المشهد كيتحول لماريا برنارد اللي عمرها 17 عام وهي كتوجد المدرسة. ماريا دريه حشومية بزاف ومعقدة اجتماعيا، وبسبب هاد الشخصية ديالها كتعرض ديما للتنمر من طرف واحد الدري في قسمها اللي سميتو مارك. الصديقة الوحيدة ديال ماريا هي ليلي، ولكن ليلي غالبا كتجاهلها فاش كيكونوا وسط الجماعة. باختصار حياة ماريا في المدرسة كانت جحيم. واحد النهار في المدرسة كانت هي وليلي كيشوفوا في الفريق ديال الهوكي كانوا كيتدربوا. ليلي قطعت التدريب ومشات كتبوس في صاحبها شون. ماريا كانت كتشوف فيهم بواحد الطريقة ديال الغيرة حيت شحال هادي وهي معجبة بشون. وفاش رجعت للدار تعشات مع وليديها دان وإيمي. دان هو جراح تجميل وكان زهواني مع راساتو ومهووس بشي حاجة سميتها المثالية، وهو اللي كان كيتحكم في حياة ماريا، وهادشي هو اللي زادها في هاد القلق الاجتماعي. اما الام ايمي في ديك الوقيته كانت كتحاول دير جهدها على قبل ماريا، ولكن حتى هي كتعاني من الاكتئاب بسبب القمع اللفظي ديال راجلها. ايمي حاولت تقنع ماريا باش تمشي مع شي دري لحفل البرو، ولكن ماريا رفضات وطلعت لبيتها وهي معصبه. وفي طريقها سمعت باها كيهضر عليها وكيقول بلي راه هي فاشله، وهادشي جرحها بزاف وبدات مسكينه كتبكي. من بعد لقات صور ديال ليكوغرافي ديال جوج تواب مخبين ورا المرايه ديال والديها في البيت. فمشات دوشات ولاحظت بلي راه الخيال ديالها في المرايه كان كيتحرك بوحدو، فتخلعات وهربات من الدوش. وفي الوقيته ديال الفطور حاولت تعاود لدان داكشي اللي شافت، ولكن هو قاطعها وبدا كيعلق على وجهها اللي كان كيبان خايب. في المدرسه ليلي بقات مشغوله مع شون وتجاهلت ماريا بحال ديما، وفاش ماريا ما كانتش راده البال مارك عكلها وطاحت الارض، وكل شيء بدا كيضحك عليها الا شون اللي عاونها باش تقدر توقف وما مشى من حداها حتى تاكد بلا راه هي بخير. وخدا مارك وضربو على هذاك الشيء اللي دار. وديك الليله ماريا سمعت شي واحد كان كيعيط ليها من الدوش، فدخلات بشويه وشافت خيالها في المرايه اللي كان عاطيها بالظهر. وهذا الخيال عرفت براسها بلا راه سميتها ايرام، وقالت بلا هي ديما كانت مع ماريا من نهار اللي تزادت. ايرام بدات كتفتخر بلا راه عندها القوه والقدره على انها تحيد كاع داك الاحزان اللي عند ماريا، ولكن ما شرحات شنو الهدف الحقيقي ديالها. وهما كيهضروا ماريا بدات كتعجبها ايرام حيت هادي عارفه كاع الحوايج اللي كيبغيو بجوج واللي كيخافوا منهم. النهار اللي تابعو ماريا كانت في حاله نفسيه زوينه، فمشات للكلينيك ديال باها ولاحظت بلا راه كان كيتصرف بواحد الطريقه رومانسيه زايده شي شويه مع واحد المريضه، ولكن ما عطاتش الموضوع اهميه ومشات معاه للسينما. فاش بغاو يخرجوا لقات بمارك اللي تصرف معها بادب قدام باباها، ولكن غير دار باها مارك وصحابو بداو كيضحكوا عليها بجد. ودان لاحظ بلا راهم كيتنمروا على بنته، ولكن ما حرك حتى شي ساكن. وهما في الطريق قال ليها باش تمشي عنده الكلينيك غد ليه باش يعطيها واحد الكادو اللي كان قبل الوقت. فماريا هضرات مع ايرام اللي ما عجبهاش الحال حيت ماريا باغا تحسن علاقتها مع باباها، وبدات كتضحك عليها وقالت لها واش كيصحاب ليك راه مسوق ليك. ماريا كانت كتحلم بلا راه باها غادي يشري ليها طوموبيل باش ما تبقاش تركب في الطوبيس مع هذوك المتنمرين، ولكن الصدمه كانت فاش دان قال لها بلا راه الكادو ديالي هي واحد العمليه تجميل للنيف ديالك حيت كيبان ماشي شي حاجه وبغاه يولي بيرفكت. ولكن ماريا تحطمات واخا هكاك وافقات على داكشي اللي قال لها. فاش رجعت للدار ايرام قالت لها بلا راه هي ديما عارفه دان شنو كيسوى، وبدات كتضحكها وكتعاود ليها على الفساد ديال باها. ايمي سمعت بنتها كتهضر مع راسها في دوش وتخلعت، فملي قالتها لدان هو كاع ما تسوق ليها وعطاها واحد الفنيد ديال الناس وقال لها غير ارتاحي. وقبل ما تناس قالت ليه بلا راه رجعوا ليها نفس الكوابيس القديمه. النهار الغد ليه ليلي وماريا مشاو لواحد الكلوب اللي قديم باش يتدربوا على التزحلق على الجليد زعما هادشي قبل من الحفله ديال بروم. ولكن ليلي كانت واعره بزاف وماريا كانت يلاه كتحاول غير توقف على رجليها، فماريا طاحت وجرحت ركابها، ولكن ليلي رفضات باش انها تعاونها حيت لاحظت بلا ماريا كتشوف صاحبها شي شوفات اللي كانوا ديال الاعجاب، وهكا بغات باش تعطيها درس. وفاش شافتها ايرام قالت لها بلا راه ليلي صاحبتك غير ديال الغدر، ولكن ماريا بغات تعطيها واحد الفرصه. فايرام فكرات ماريا بكاع الحوايج الخايبين اللي دارت فيهم ليلي ملي كانت صغيره، وقالت لها بلا راه تقدر تحيد ليها هذا الالم كامل الا تبادلوا البلايص. وحاولوا على انهم يقيسوا ايدين بعضياتهم باش يتبادلوا، ولكن ايمي دخلت وقطعت عليهم هذيك الطقوس.
في النهار اللي تابعو إيمي قادت المكياج ولبسها لماريا على قبل الحفلة ديال البروم. ماريا كانت مترددة ولكن مشات على قبل ماماها. تماك ماريا ما قدراتش حتى توقف على رجليها مقادة فوق هذيك الجليد، وشون جاو عاونها وطلب منها باش انه يشطح معها، وليلي كانت كتشوف فيهم بواحد الغيرة وحقد. فجأة ماريا زلقات وطاحت، وشون بغى يعاونها ولكن ليلي حبساتو ومثلت بلا راه زعما ما شافتش ماريا طايحه. هذاك المتنمر مارك مد يديه بحال كان باغي يعاونها، ولكن بدا كيجر فيها فوق هذاك الجليد وكل شيء كان ميت عليها بالضحك، وهي مسكينه كانت غير كتبكي وكتطلب به باش يحبس. وفاش سالا ماريا ناضت وجرات للدار وهي كارهه كل شيء. طلبات من إيرام على انهم يتبادلوا البلايص باش تحليها المشاكل ديالها كاملين. فماريا والخيال ديالها تلاصقوا من اليدين ومن الفوق، وفي لحظه ماريا دخلت المرايه وإيرام خرجت للواقع. ديك الليله إيمي حلمات بلا راه كانت كتردع واحد البيبي، وقع مشكل كبير، وهذا الحلم ديما كان كيتعاود ليها من النهار اللي تزادت فيه ماريا. الصباح إيمي لاحظت واحد التغيير كبير في السلوك ديال ماريا، ولات كتاكل بشهيه وكتضحك. وفي المدرسه ماريا اولا نقدروا نقولوا إيرام ولات واثقه من راسها بزاف. فاش بارك بدا كيتنمر عليها زعما كيتفكر في داكشي ديال البارح، مشات لعندو بدات كتهضر ليه في ودني، تما سكت ما عاودش دوا. وشون شاف هادشي وتفاجأ وجا كيجري عند إيرام وقال لها شنو كاين، وإيرام دارت ليه نفس الحاجه وخلاته حتى هو كيترعد. ليلي حاولت تبرد القضيه ديال البارح بلا راه كانت غير كتضحك، وإيرام بكل ثقه طلبات منها باش تعلمها تزحلق ثاني وباش انهم يتلاقاو مورا المدرسه. إيرام مشات عند باه الكلينيك وبانت فرحانه بزاف بالشوفه ديالو بحال الا ما شافتوش السنين هادي. إيرام عارفه بلا راه باه كيخون امها، فقررت تخلي امها تواجه ديك الحقيقه. عيطت العشيقه ديال دان وقالت لي باش تجي الكلينيك في الوقيته اللي قالت فيها حتى لامها بلا راه عندها رونديفو مع دان تما. إيمي لقات العشيقه ديالو في لاسانسور وتما عرفت الحقيقه. بالليل إيرام سولات امها فين باها، والام كذبات وقالت لها بلا راه خدام. إيرام واجهتها بالحقيقه بلا راه زعما كينعس مع عيالات الاخرين. إيمي هنا ما تحكمتش في راسها وصرفقاتها، ولكن إيرام بقات كتحس بديك الخطه ديالها نجحت وفرحات. ماريا اللي وسط المرايه ما عجبهاش الحال حيت إيرام كانت قبيحه مع ماماها، ولكن إيرام قالت ليها بلا راه هي كدير داكشي اللي ماريا ما قدراتش ديرو. النهار الاخر إيرام جرات مارك لهدوك البيوتا اللي في الدوش وضرباتو بالعصا ديال الهوكي، ضرباتو ضربه خايبه اللي خلاتو كيتلوى بداك الالم باش يتعلم يبقى يتنمر عليها مره اخرى. من بعد مشات مع ليلي الكلوب باش انهم يتدربوا. إيرام بدات كتقلد في دوك الحركات ديال ليلي بواحد الاحترافيه اللي كانت كبيره لدرجه خلات ليلي تخاف منها. إيرام بدات كتجري لجهه ليلي بواحد العدوانيه، فليلي هنا خافت وهربات، وهي كتجري فقدت التوازن ديالها وضربت مع هذيك الحافه وماتت في البلاصه. إيرام هنا عيطت للبوليس وبدات كتمثل بلا راها كتبكي. ماريا تخلعات من هادشي اللي دارت إيرام ليلي وطلبات منها باش تخليها تخرج، ولكن إيرام هنا رفضات وقالت ليها بلا راه باقي بزاف عندي ما يدار هنايا. مشات لعند الدار ديالو بحجه انها راه حزينه وتلاقات معاه وطرات بيناتهم شي حاجه اللي كانت كتحلم بها ديما. من بعد إيرام ودان مشاو يتعشاو. إيرام بدات كتاكل بواحد الطريقه اللي كانت مسخه باش هكا تقدر تعصب دان، وملي قال ليها باش تحبس حطت رجلها فوق الكرسي وتحداتو زعما. دان عيرها بلا راه هي غير مراهقه كتحاول على انها تبان واعره ورجعت تصرفات بادب. إيرام وشون ولاو ديما مع بعضياتو، وإيمي كانت حاسه بلا راه شي حاجه غريبه. نهار اخر إيرام شافت البوليس داخلين المدرسه فهربت هي وشون لواحد الموتيل تما باش ما يحقوش معاها. تماك شون وصلوا اتصال بلا راه البوليس بغاو يهضروا معاه ومع ماريا على الموت ديال ليلي. شون بغى يمشي ولكن إيرام بقات كتسول فيه علاش انت باقي مسوق ليلي وهي اصلا ميته. فشون شك بلا راه هي اللي قتلاتها، فإيرام ضربته بقرعه ديال الشراب وقتلاتو حتى هو. إيرام وماريا بداو كيبكيو بجوج في دوش. تما كيبان واحد الفلاش باك باللي ماريا كانت عندها اختها التوأم ديالها اللي تزادت بواحد التشوه في وجهها. دان اللي كان مهووس بالمثاليه ما بغاش ديك البنت في ديك الوقت وقتلها بالموت الرحيم ضد الرغبه ديال إيمي اللي ما كانتش مسكينه باغا بنتها تموت. إيرام هي ديك البنت الثانيه اللي بقات حاقده حيت
ولات باها ما بغاهاش، وهي سكرانه مشات للكلينيك عند دان، بدات كتحيد في حوايجها قدامه هو يتخلع. فهنا سولات باها قالت ليه واش كتبغيني واخا نكون مشوهه. دان حاول على انه يهرب من هذا السؤال، ولكن فاش زيرت عليه قال لها كنبغيك. وفي ديك اللحظه إيرام دوزات عليه بواحد المشرط وهي كتقول علاش ما بغيتينيش شحال هذا. فغسلت داك المشرط وقلبت على ماريا في المرايه، ولكن ما لقاتش هادش. فبلي رجعت للدار ونعست حدا ايمي، في اخر مشهد تبان لينا ماريا وإيرام بزوج بهم ناسين في نفس الفراش مع ماماهم. هادشي كاين بلا راه الخواتات صافي اندمجوا ولاو في جسد واحد. ودابا غادي نقول لكم الفيلم ديال اليوم سالا هنايا. الا عجبكم هاد النوع من القصص ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في شوفليكس باش ديما يوصلكم الجديد، وخليو لينا الرأي ديالكم في التعليق وقولوا لينا شنو الفيلم اللي تبغيونا نهضروا عليه المره الجايه. باي باي.